عمركم جربتوا الاكل الكوري في مصر في مكان كانكم سافرتوا كوريا بالظبط، او حتى شفتوا النودلز السودا دي؟ تعالوا احكي لكم على اجدد واغرب تجربه انا جربتها في مكان كوري كده مستخبي. والمكان هو كوريان فود، وحرفيا اول ما تدخلوا تحسوا ان انتوا دخلتوا بيت حد كوري كده من كتر ما كل الحاجات هناك ريليتد. وصاحبه المكان كانت عايشه في كوريا وجت عشان تعمل المشروع ده لاول مره في مصر. اول حاجه جربتها اشهر اكله كوريه وهي التابوكي او الرايس. في الاول انا كنت مستغربه طعمها لان انا كنت فاكراها فراخ، بس طلعت حاجه شبه العجينه. تاني حاجه الفراخ اللي اقرب حاجه ليها السويت اند ساور، وبجد كانت تحفه. بالنسبه للنودلز الكوري بتكون رفيعه، والسودا دي ما عجبتنيش قوي لان حسيت التتبيله مش متشربه فيها. اما النودلز اللي بالتابوكي فعجبتني قوي وكانت مشطشطه كده. وكان عندي فضول اجرب المثلث ده، دايما كنت بشوفه في الكرتونات والمسلسلات الكوري، وعامه هو طعمه شبه السوشي. والكمباب ده بيبقى شبه برضو السوشي بس بيكون مستوي وساقع. وكمان جربت السلطات بتاعتهم واشهر حاجه فيها الكيمشي، بس بصراحه ما عجبنيش. وكمان عندهم منتجات كوريه تقدروا تشتروها ولعب تقعدوا تلعبوا بيها مع صحابكم، وممكن تختموا بقى بالموتشي بتاعهم هو والبوبا او النسكافيه الكوري.